أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلموا على تفسد إيمازيغ، لأن شفنا مجموعة من ردود الأفعال، خصوصا أن هاد الذكرى ديال هاد السنة يعني تتعكس يعني واحد الصورة يعني واضحة ديال طريقة التعامل مع تفسد إيمازيغ. قد يكون هناك لأول مرة تنشوفوا دابا إيمازيغ يعني في الرباط ومراكش وأكادير. اللي هو الأهم في هذا الشيء هو أن النقاش ورفع المطالب كانت تتجدد، وأيضا تستحضر ذاكرة دماء الشهداء الذين قدموا الشيء الكثير بالنسبة للأمازيغية خاصة في نوميديا. لكن ما يلاحظ هو أن هناك واحد التيار يعني إسلاموي الآن اللي تيوظف اللسان الأمازيغي في استقطاب خارج يعني استقطاب الناس في مسيرة لا تعني الأمازيغ بل بعيدة عنها، وتدخل في إطار ما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي الذي لا علاقة لنا بها، عفوا لا علاقة لنا به. دائما نجدد ونقول نحن بعيدون عن هذه المشاكل. المشكل الموالي هو أن هنا واحد التيار اللي تيقول لك بأن هذا الشيء ديال الجزائر، بأنه هذا النضال ديال تفسخ الربيع الأمازيغي للجزائريين، وهم يتجاهلون أن الجزائر الأمازيغية هي نوميديا كما تونس وليبيا، وأيضا بالنسبة إلى جزر الكامل. كل ما يقع في هذه البلدان فهو يعني الأمازيغ في شمال إفريقيا ككل، في تمازغة ككل. لذلك نقول بأن هذه الحدود التي فبركت باسم دويلات التي صنعت فقط يعني تقريبا من نهاية القرن 19 حتى العشرين، نشوف بأن هذه الدويلات تأسست على البرح، بمعنى أن الامتداد الأمازيغي لم يكن ابدا يعني عنده حدود وهميه كما يلاحظ اليوم. اذا حتى نكون واضحين في خطابنا، فنحن يهمنا الشعب الامازيغي في كل بقاع التمازغه، ولا يمكن ان نفصل شعبا عن اخر، لان ما يجمعنا هو الهويه والحضاره الامازيغيه. تنميه فنان. وسهلا ومرحبا. اليوم غادي نحاولوا ما امكن باش نتكلموا على كتاب خبايا حرب عاصمة الصحراء. هذا الكتاب بطبيعة الحال فيه مجموعة من الوثائق اللي تنشرت خلال الفترة ديال 2016، وفيه إشارات كبرى على المحتوى ديالو من خلال يعني قراءة النموذج ديال الخاتمة، ومن خلال غادي يبان لكم أنه كاين مجموعة من الصور. أيضا الصور تعكس مرحلة معينة من تاريخ ديال أيطرا عمران وفي علاقتها مع إسبانيا. الكتاب اللي مهم فيه هو مجموعة من الوثائق تنشر لأول مرة، وتعكس بشكل عام يعني طريقة تدبير ديال الأمازيغ الصحراء أيطرا عمران للشؤون السياسية والإدارية والاجتماعية في الحقبة الإسبانية. إذا بالنسبة للكتاب يعني هو هنا يعني مفيد بالنسبة خصوصا للطلبة في تاريخ المنطقة، خاصة العلاقات الإسبانية مع قبائل الصحراء. تنمية فنية.